تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بالرحال ولاية عنابة من الإطاحة بمروج المؤثرات العقلية مع حجز أزيد من 1500 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي من عائدات الترويج. تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات لعناصر الفرقة مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية في وسط الأحياء السكنية. على إثر ذلك قامت المصلحة بتسطير خطة محكمة تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، ويتعلق الأمر بشخص من ذوي السوابق القضائية في قضايا ترويج المؤثرات العقلية، ويبلغ من العمر 30 سنة مع حجز أكثر من 1500 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي بالعملة الوطنية من عائدات الترويج. بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بالرحال عن قضية حيازة وتخزين المؤثرات العقلية قصد البيع.